بتبتدي قصة الفيلم في عام 1969 براجل اسمه لاري بيسأل أخته أنت قلت الاسم لحد؟ فبتقول له أيوة لريكي. فبيجري على عربيته وبياخد منها البندقية وبيخلص على أخته وبيخلص كمان على ريكي وبيجري على جيرانهم برضه لما بيعرف إنهم عرفوا الاسم وبرضه بيخلص عليهم. وفي العصر الحالي بيلتقي شاب اسمه إليوت مع صديقته ساشا وصديقه جون، وبيكونوا متفقين انهم هيروحوا يأجروا بيت قريب من الكلية والشغل. وبيروحوا البيت وبيكون البيت مرعب وبيبتدوا يفرشوه. وساشا بتقرأ حاجة على السرير، بتلاقي باب القبو بيفتح لوحده. واخو إليوت وبنته أليس بيزوروا إليوت، وأليس بتقعد مع إليوت وبتخاف من أصوات بتحصل وبتبلغ عمها، لكن إليوت بيقول لها عشان انت ذكية بس لكن مفيش حاجة. وإليوت بيلاقي كلمة مكتوبة على الترابيزة اللي جنب السرير وقراها باي باي مان أو رجل الوداع. وبتيجي صديقة كمان لجون اسمها كيم وبيلعبوا لعبة مخيفة وبيمسكوا ايد بعض. وصديقة جون بتقول انها سمعت صوت مخيف وهما بيقولوا ما سمعناش حاجة. وإليوت بيكون نايم وبيصحى على صوت مخيف وبيشوف شبح عند الشماعة وبيتخض جدا وبيقلق وبيبص من الشباك مع ساشا وبيسمعوا أصوات مرعبة. وفي الصباح جون بيمشي مع صديقته وإليوت وساشا بتظهر عليهم آثار إرهاق جامدة. وكمان جون وإليوت بيبلغ أخوه بده وبيقفل مع أخوه لما بيسمع زي خربشة على الحوائط وبيصرخ. وبيسأل ساشا وجون انتوا ازاي مش سامعين اللي انا بسمعه؟ وإليوت بيقول لهم انتوا بتكدبوا عليا. وساشا بتمرض وبتكون سخنة وبتكون ماسكة كشكول في ايديها. ولما بياخدوا إليوت بيلاقي شكل مخيف مرسوم زي الشبح اللي شافه جنب الشماعة. وبيدخل إليوت على النت وبيبحث عن الخربشة اللي بتحصل في الحوائط دي وفعلا بيشوفها وبتطلع كلمة باي باي مان. وساشا بتروح لمالك المنزل وبتسأله هل في حاجة غريبة في البيت دوت؟ فبيقول لها ده بيت دافي وجميل جدا. وإليوت بيروح مكتبة عشان يكمل بحث عن لا تفكر فيها ولا تقولها، عن لاري اللي ظهر في أول الفيلم. وبيعرف إنه خلص على عائلته بالكامل وأربعة آخرين والراجل اللي جن جنونه. وبيظهر لاري وهو بيخلص على اتنين كمان وبيكون في شبح اسود بيظهر واقف ولاري بيخلص على نفسه. وإليوت بيوصل انه المفروض ما يكتبش باي باي مان ولا يقولها. والنور بيرعش وإليوت بيشوف نفس الشبح اللي شافه عند الشماعة قاعد في المكتبة. وبيجري إليوت بره يشوف شكل الشبح في ازاز باترينا ولما بيركز فيها بتتكسر لوحدها. وبيروح لكيم صديقة جون وبيطلب يقابلها ويقول لها كان عندك حق، انا بسمع فعلا اصوات غريبة زي صوت خربشة زيك. وبتركب معاه العربية وبتصدق على كلامه ان كلما فكرت في باي باي مان بيصبح اقرب منك. وبتنزل من العربية لوحدها وبتخلص على نفسها قدام القطر. وإليوت ما بيكونش مصدق اللي شافه. والشرطة بتحقق مع إليوت بتهمة ان كيم صديقة جون رمت نفسها من العربية عشان تهرب منه. وإليوت بيدافع عن نفسه انه كان بيحاول يلحقها والشرطة بتسيبه. ولما بيروح يلاقي جون متكتف وبينقذه وبيجري على غرفته وبيرمي الترابيزة اللي مكتوب عليها باي باي مان. وبيركب سيارته وبيروح لزوجة لاري اللي شهدت في التحقيقات في عام 1969 وبتقول له ان لاري اللي حكوهولها سبب لها كوابيس جامدة. وبتفتكر لاري وبتقول ده كان كاتب على السقف والحيطان لا تفكر فيها ولا تقولها عشان ما يفتكرش كلمة باي باي مان. وبكده هي كمان بتكون قالت نفس الكلمة. وبتقول كمان ان لاري كان بيكلم نفسه وبيقول لا تفكر فيها ولا تقولها وبيقول الكلمة معلقة في راسي وكمان بيخليني اعمل حاجات فظيعة. ولاري بيكمل لما تشوفي كلب الصيد وتسمعي صوت عملات معدنية بكده تعرفي ان باي باي مان قريب. وإليوت بيقول لها جوزك اللعين كتب على الاسم دوت على الترابيزة اللي بعتيها وانا قلتها ومن ساعتها حياتي جحيم. وساشا بتقلق من نومها وبتنده على أصدقائها وكمان جون نفس الكلام بينده على أصدقائه. وكل واحد فيهم بيشوف زمايله على شكل أشباح وكلهم بيخافوا من بعض. وإليوت بيروح بالعافية البيت وبيحاول ينقذ أصدقائه لكن للأسف جون بيخلص على ساشا وساشا بتخلص برضو على جون.
وإليوت بيبكي على ساشا، وشبح باي باي مان بيظهر بيخلص على إليوت في الحال، وأخو إليوت بيدور على بنته لغاية ما بيلاقيها في العربية. وأخو إليوت بيركب مع بنته وبيكون مطمن عليها، لكن للأسف البنت بتكون ماسكة عملة معدنية بتاعت باي باي مان. يعني كده هما الاتنين في خطر. كده يكون الملخص خلص. لو عجبكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة، وسلام.